غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه، لكنه لزم الصمت. لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها، لكنه لا يقدر، فقال: لو شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. أهذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني 100 جلدة لأنني أريد لك الراحة والشفاء؟ سامحني يا رب. باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع، وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها. رحمة، لماذا جئت متأخرة؟ عفوا، تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور. هذه الظروف لم تعد تناسبني، أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد. سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي. قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك. وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك. أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمنا. وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب، ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها. الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء، أردت أن أدعوكن لتناول الطعام معي. ستأكل الخادمة معنا؟ لا، إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها، أليس كذلك؟ تفضلي، قصي ضفيرتي التي اتفقنا عليها. هل اشتريت منها ضفيرة من الشعر؟ نعم. مقابل رغيف كامل من الخبز. وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء، إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم. أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء، وخذي بعضا من اللحم أيضا. هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام. أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له. عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا. ثق يا سيدي، أنا لم أفعل ما يغضبك مني، ولا أتساءل الطعام أبدا، بل دائما أعطي أكثر مما آخذ. كل وأنت مطمئن. نفذ الطعام من بيتي. ما رأيك في ضفيرتي الجديدة؟ وقد ثبتها في رأسي. كنت أسأل عن الطعام يا صعباء. أنت الآن تملكين ضفيرة واحدة وأنا كذلك، لا أحد فينا يستفيد بالضفيرتين معا. تقصدين؟ بالضبط، تبيعين لي الضفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم. إنني لا أدري ماذا أقول. حسنا، فكري في الأمر، الطعام موجود هنا في أي وقت. موافقة، خذي ما تبقى من الشعر. هكذا تقتضي الحكمة، الطعام أجدى وأهم، إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط. ليرحمنا الله. وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه. أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام، فالجو شديد البرودة. كل لأجل خاطري. عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام. قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها. لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها. إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها. لقد اضطررت لذلك، لم يكن أمامي خيار آخر، إما صحتك واستمرارنا في الحياة، وإما زينتي. سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة. خشيت أن ترفض بيعي لشعري، وما كنت أحتمل أن أراك جائعا. أرجوك أن تسامحني. هنالك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا له من جو عاصف. الرياح شديدة اليوم، أخشى أن تفسد شعري. شعرك؟ تقصدين شعر رحمة؟ لقد صار شعري من اليوم. اشتريت